كينيوس وحكيمي شخصان حكيمان كبيران. الدوري الانجليزي ويحقق هذه الارقام، 9 اهداف مشارك فيها، 5 اسيست، بقول لك هو الثاني في الترتيب لصناعه الاهداف. مبروك ولدنا حكيمي، ثاني تشامبيونز ليغ على التوالي، لا في النسخه الاولى لا في النسخه الثانيه. الا ما خرج هذا العام هذا احسن لاعب في افريقيا، فراه غنحبسوا علينا الحفل السنوي اللي كل عام كيدير عندنا. ستكون جائزه افضل لاعب افريقي من نصيب أشرف حكيمي اللي احتل المركز الثاني السنة الماضية، طبعا بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا. لا يمكن لأي لاعب أن يمنع أشرف حكيمي من التتويج بجائزة الكرة الذهبية. الخدمة اللي كيدار تبارك الله راه كبيرة وكبيرة بزاف. فحكيمي أخيرا غادي نرجعوا من بعد غياب ديال 26 إلى 27 سنة على آخر واحد توج بالكرة الذهبية اللي كان مصطفى حجي. حكيمي غادي يتوج بهذا الشيء اللي ما عطاتهاش له الكاف. اعتقد ده حل جمهور الكوره دلوقتي وخصوصا اخواتنا في المغرب قوي. يعني اشرف حكيمي صانع العيش والملح، وبرغم ان هو اول هدف يسجله في نهائي دوري ابطال اوروبا، الراجل اساسا اللي سابقا كسب البطوله مع ريال مدريد ما رضيش يحتفل وخد الموضوع بلطافه وبدا يشاور للجمهور بيعتذر وبتاع. اشرف حكيمي الراجل بيصنع تاريخ مع باريس سان جيرمان.